تضيع. شوف التحرك من رامي الذي ينجح في أن يرتمي بنفسه في ذلك المكان، وبالتالي الركلة الترجيحية الأولى ضاعت على المنتخب الليبي. الآن تأتي الركلة الترجيحية الثانية للفدائي، الركلة الترجيحية الثانية للفدائي يتقدم لها الركلة الترجيحية الثانية. الله على الحطة، الله على الحطة من اللاعب رقم 8 في تشكيلة منتخب فلسطين حامد حمدان، اللي بيسجل الثانية. ركلتي ترجيح صحيحة للفدائي وواحدة ضايعة على منتخب ليبيا. الآن يأتي الدور في غد الركلة الترجيحية الثانية لمنتخب ليبيا. تصدى للأولى رامي حمادة. ماذا عن الثانية التي تأتي الآن؟ الله على الكرة التي وضعت في هذه الطريقة، إنها لحظات الإثارة. عبد العزيز علي بيسجل الركلة الترجيحية الثانية ليعيد الثقة.